رح نحكي اليوم عن شفافية الإعلام وعن حق الحصول على المعلومة بعد قانون حق الحصول على المعلومات يلي صدر قبل 7 سنين تقريبا، وقديش كان بيتضمن قيود كبيرة وكتيرة لا يمكن أبدا لنصوصه أنه تساعد الصحفي أو الإعلامي بأنهم يحصلوا على المعلومة اللي بدهم إياها. ضيفنا رح يكون اليوم هو رئيس تحرير جريدة الرأي اليومية اللي هي من أهم الصحف المقروءة أكيد في الأردن، وناشر وكالة عمون الإخبارية الأستاذ سمير الحياري. باشا صباح الخير. صباح الخير، كيف حالك؟ الله يسلمك، صباح الخير إليك وللمستمعين الكرام، والله يخليك ويطول عمرك. يخليك. اليوم رح نستفيد من كل الأسئلة اللي رح نسألك إياهم، وناخد المعلومات اللي بدنا إياهم اليوم منك على الهواء إذا سمحت. أهلا وسهلا فيك باشا. بدنا نحكي اليوم عن الشفافية بالإعلام بتعريفك، وهل نحن في الأردن خلينا نقول نمارس الشفافية بالإعلام؟ يعني احنا الأردن كباقي دول الأرض يعني نعم. نمارس الشفافية في حدودها وفي إطار ما نعم. يسمح به من خلال، وكل وسيلة إعلام تمارس الشفافية من خلال رؤيتها للأمر. لا أعتقد أن أي وسيلة إعلام أو حتى أي سلطة من السلطات جميعها تمارس الشفافية بنسبة كاملة، يعني بنسبة 100%. صحيح. فكل جهة تمارس هذه الشفافية وفق مصلحتها ووفق الإطار الذي تسير فيه. فالجهات الحكومية تسير وفق أسس، الجهات الحزبية والمعارضة تسير وفق معايير محددة، إضافة إلى كل الوسائل الأخرى تسير وفق هذا الأمر. نعم. لا أعتقد أن الشفافية تمارس بصورة كاملة في أي وسيلة إعلامية أو أي سلطة من السلطات. صح. الإعلام كسلطة رابعة يمارس الشفافية من خلال مصلحته ومن خلال رؤيته، لكن في الإطار العام نحن في الصحافة الأردنية نمارس شفافيتنا من خلال الموضوعية والحيادية التي نعتقد أن هي المعيار الأساسي، وأعتقد أن المهنية هي الأساس نعم. المهم في هذا الإطار. نعم. ولهذا نجد أنفسنا يعني في حيرة أمام تعريف الشفافية بالصورة الدولية، لكن في الإطار العام نحن نمارس الحيادية إلى حد ما. نعم. نمارس المهنية إلى حد كبير، لكن في الإطار الكلي لا نمارس الشفافية كاملة وبصورة صحيح. صحيح. هل أنت مع الحرية المطلقة بالإعلام أم الإعلام الحر المسؤول؟ إذا بدي رأيك الشخصي. أنا يعني موقفي واضح من هذا الأمر، لست مع الحرية المطلقة في كل شيء، أنا مع الحرية المسؤولة. نعم. يعني إذا لا يجوز أن أمارس حريتي كاملة وأنا أتعدى على حرية الآخرين، أو أن أمارس هذه الحرية بأن أتعدى حدودي وأن أمارسها بصورة سلبية تؤذي الآخرين. نعم. لكن نعم. الحرية مطلوبة، وحرية الرأي مكفولة في الدستور ومكفولة في كل قوانين الدولة الأردنية. وأعتقد أن يعني نسبة الحرية في الأردن نسبة مقبولة، لا بل جيدة جدا مقارنة بنسب الحرية في الدول المجاورة. صحيح. وفي دول كثيرة من العالم أيضا. نعم. لكن إحنا كعالم ثالث ودولة شرق أوسطية أعتقد أن الحرية في الأردن مقفولة وتمارس بصورة بالغة وكبيرة، والمحاسبة عليها لا تتم بالصورة التي تتم في دول أخرى. نعم. ولهذا أعتقد أننا يعني يجب أن لا نحسد أنفسنا على هذا الأمر، ونمارسها أيضا بصورة جيدة جدا، ولا بد من الشكر في ذلك. صح. أستاذ سمير، بدي أحكي عن قانون، هذا قانون صدر من سنوات إذا بدك لورا، بس الناس ما بتعرف عنه. هو قانون حق الحصول على المعلومات، بيتضمن أكيد قيود كبيرة وكتيرة لا يمكن لنصوصه أنه تساعد الصحفي أو الإعلامي أنه يحصل على المعلومة اللي بده إياها. بدي أسمع أول شيء رأيك بالموضوع، بعدين بدي أعرف شو هي العقبات التي تقف اليوم بتطبيق القانون. ستي، هو القانون صدر زي ما تفضلت قبل أكثر من 7 سنوات. نعم. ومنذ أن صدر القانون لا يستطيع أي صحفي أو أي إعلامي أن يمارس حقه في الحصول على المعلومة بصورة سهلة. نعم. فأنت اليوم يعني إذا أردت أن تسألي عن أمر ما وتوجه هذا السؤال إلى جهة ما في الدولة الأردنية،
ربما يأتيك الرد بعد شهر وربما لا يأتي. نعم. هذا يعني لا يجوز في العرف الصحفي. يعني إذا كنت أنت تريدين أن تنفذين برنامجا إذاعيا وتحصلين على معلومات إحصائية اليوم، لا تستطيعين ذلك بتلك السهولة التي كان من المفروض أن يوفرها هذا القانون. نعم. نحن مع أن يكون القانون محددا لبعض الأسئلة التي تتعلق بالأسرار الدولة، بالأسرار العسكرية والأمنية، لكن أن تسأل سؤالا عاما في الإحصاءات العامة، في قضايا مطلبية، في قضايا لها علاقة بمساس مباشر بالمواطنين، أعتقد أن على الدولة أن تعيد النظر في هذا القانون وتسهل على الإعلاميين وعلى الصحفيين مهمتهم في حق الحصول على المعلومة بكل يسر وسهولة، وهي بالنهاية تساعد صاحب القرار في خدمة القضايا المحلية، إضافة إلى أن القضايا المطروحة في الإعلام الأردني كلها قضايا لا تمس السيادة الوطنية، ولا أعتقد أن منح الصحفيين والإعلاميين هذه المعلومات سيؤثر على هيبة الدولة وعلى شكلها وعلى نظامها العام. ولهذا أرى أن هناك عقبات تقف أمام تطبيق هذا الأمر، القانون. وتقف الكبير أيضا. نعم. لأنها لا تعطي المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب، وإذا أعطت المعلومة الدقيقة فإنها لا تكون في الوقت المناسب، فتصبح بلا فائدة وبلا معنى. نعم. يعني أنا اليوم كنت بدي بس تعقيبا على اللي ذكرته أستاذ سمير، لو تسهلت الأمور وحصل الصحفي أو الإعلامي على المعلومة، يعني بحق له ينشرها؟ يعني لو بحق له ما بيتعاقب عليها لو شو ما كانت؟ لا، بس إذا كانت المعلومة غير دقيقة، ما هو إحنا شو اللي بصير؟ إذا أنت أعطيتيني معلومة، إذا رفضتي تعطيني الإجابة على سؤالي، كم نعم. عدد، كم ممارسة، كم ماذا يجري، لماذا، أو أجبنا على الأسئلة الصحفية الخمسة المعروفة. نعم. إذا لم تجيبيني على هذه الأسئلة وأنا اجتهدت وأجبت من خلال معرفتي أو من خلال اتصالاتي الخاصة، ربما أقع في الخطأ، وإذا وقعت في الخطأ قد أتعرض إلى المقاضاة. بس هيدا اللي عم بيصير هلأ أستاذ سمير، هيك عم بيصير. أنا اللي عم ببحث لجيب المعلومة، أي صحفي هو اللي عم بيتعب. صح؟ صحيح 100%. صح. يمكن هذا الشيء بصعب من تطبيق القانون. بصعب لأنه قانون بمواده يعني لا يبيح ولا يستعجل منح الصحفي أو الإعلامي المعلومة، مع أن كثير من المعلومات متوفرة لدى كثير من الوزارات والمؤسسات الدولية، لكن التلكؤ أحيانا أو تطبيق القانون بحذافيره يجعل الأمر معقدا ولا يسهل على الإعلامي الحصول على هذه المعلومة وتزويد القارئ بها. يعني في القانون في رمته أعتقد أنه بحاجة إلى إعادة نظر حتى يساهم بصورة أو بأخرى في خدمة القرار الأردني وصانع القرار أيضا. نعم. طيب بدي أسأل عن فكرة تعيين ناطقين إعلاميين بالوزارات والمؤسسات الرسمية، هل هذه الفكرة تلبي الطموح بعد مضي سنوات عليها برأيك؟ يعني هي الفكرة ريادية من حيث التأسيس، لكن مع التطبيق وجدنا أن هناك مشكلات كبيرة. نعم. كثير من الوزراء لا يرغبون بناطقيهم الإعلاميين أن يدلوا بدلوهم أو يصرحوا تصريحات من خلال الصحافة، فكثير من الناطقين الإعلاميين واجهوا مشكلات النقل أو التعسف أو التغيير لأنهم أدلوا بدلوهم في قضية ما لم تعجب الوزير أو لم تعجب المسؤول، وولدت يعني إشكالية كبيرة في هذا الأمر. بس ممكن توحد الخبر نوعا ما، لو أنه يعني ما بعرف، أنا هيك بشوفها من وجهة نظري، يمكن أنا مش كتير دقيقة باللي أنا بشوفه، بس أنه يمكن تعيينهم بتوحد الخبر. لا لا هي مش هيك، بس انه يعني الناطق الاعلامي لاي مؤسسه او لاي وزاره هو المفروض ان يجيب في كل الاوقات على كل الاسئله التي يسالها. صح. وفي تضارب مرات. هو قد تكون لديه الاجوبه على تلك الاسئله، لكن هو ليس مخول بالاجابه عليها بصوره واضحه، ولهذا ترى مسألة اوف ذا ريكورد هذه يعني مسألة عامة في كثير من مؤسساتنا. يجيبك الناطق الإعلامي بأنه والله أنا لا أستطيع أن أقول لك الحقيقة، والحقيقة هي 1 2 3، لا تنسبها لي ولا تنشرها على لساني، فيضطر الصحفي لنشرها، ثم تأتي تبعات هذا الأمر. وأعتقد أن هذه المسألة يعني ربما تكون
حساسة نوعا ما في العلاقة ما بين الناطق والمسؤول عنه في كل وزارة وفي كل مؤسسة. أعتقد أن على المسؤولين أن يكونوا أكثر شفافية وأكثر وضوح، وأن يمنحوا بالفعل الإعلاميين المتخصصين والعارفين بشؤون الإعلام والإعلاميين والرأي العام المحلي صلاحيات أوسع من حيث منحهم الحق في الإدلاء بدلوها وإعطاء المعلومات، لأن كثير من المعلومات لا تؤثر تأثير سلبي على سير عمليات الوزارات والمؤسسات بقدر ما يخشى المسؤولون من ذلك. نعم، ما بعرف في كمان مسمعيات عم نسمعها، بس لأنه حضرتك ممكن توفينا بالمعلومات. سمعنا يعني دايما بنسمع أنه كل إعلامي أو صحفي عنده جهة داعمة له بيصرح أو بيقول يعني إعلام وبيوزعه من خلالها بتدعمه معنويا وممكن ماديا، وما بيخرج عن الإطار المرسوم له. كمان في منه طبعا في منه. يعني هذه مسألة، شوفي هذه مسألة لا نستطيع أن نخفيها، لأنه يعني الصحفي هو جزء يتجزأ من صناعة القرار في أي دولة في العالم. نعم. أنا لا أضرب مثل على الأردن، لكن أضرب مثل على أي دولة حتى في أمريكا. نعم. هناك صحفيين وهناك إعلاميين تابعين لأجهزة، تابعين لمؤسسات، تابعين لجهات اقتصادية ربما ومالية، للوبيات، لوسائل تأثير على الرأي العام. أعتقد أن هذا ربما لا يكون مباح أو محلل، لكنه هو في التطبيق العملي موجود. وأعتقد أن أكثر الإعلاميين في الأرض لهم ارتباطات، إذا لم يكن ارتباطات داخلية فربما ارتباطات خارجية. لكن أنا بأكد لك أنه الإعلاميين الأردنيين ليسوا مرتبطين خارجيا بأي جهات، وإن كانت هناك بعض الحالات الشاذة فإنها لا تمثل صورة الإعلام الأردني الناصعة البياض وصورة الإعلاميين الأردنيين النزيهين الموضوعين المحايدين المهنيين الذين يمارسون عملهم بجدية وحيادية. وأعتقد أن الصحفيين في الأردن والإعلاميين بصورة عامة يعطوا مثل وقدوة للإعلام الحقيقي وللإعلام الحقيقي في ممارسته، والأغلب الأعم من الإعلاميين يمارسون ذلك من خلال وسائلهم بكل جدية ووضوح. نعم. وإن بدت هناك بعض النشوزات أعتقد أنها لا تؤثر على جمالية الصورة وعلى شكلها بالصورة العامة. نعم أستاذ سمير، بعد أسأل شغلي، يعني الوضع المالي اليوم والاقتصادي وحتى الإداري بأغلب المؤسسات، وإذا بدك مؤسسات الإعلام الرسمي أو الخاص، ممكن نقول أنه بوضع محرج ومقلق نوعا ما. اليوم يجب أن يكون هناك دعم أو تمويل من الجهات الحكومية أو حتى الخاصة لهم؟ أنا ضد التمويل الحكومي للمؤسسات الصحفية، لكن مع الاهتمام الحكومي بالإعلام المحلي ودعمه ربما من خلال الإعلان الحكومي الذي يوزع ربما على جهات بغير جهات أخرى. يعني الإعلان الحكومي يجب أن يذهب إلى جميع المؤسسات الإعلامية، إلى جميع الصحف المرخصة المعترف فيها. يعني أنا بعتقد أنه أنا برأس صحيفة ورقية كبرى في الأردن، بعتقد أنه وضع الصحافة الورقية في الأردن وضع يعني لا يحسد عليه. هناك مشاكل مالية، هناك متطلبات، هناك موازنات عالية. أعتقد أن التحدي الأكبر في المستقبل سيكون للصحافة الورقية مقابل الصحافة الإلكترونية التي بدأت تأخذ يعني حيزا كبيرا، والإذاعات والتلفزة كلها بدأت تأخذ من حصة ومن نصيب الصحافة الورقية. نعم. إضافة إلى أن الصحافة الورقية أمامها مشكلة كبيرة، وهي الكم الهائل من الموظفين، الكم الهائل من الرواتب، الكم الهائل من الآن ما في تحدي عند دول الخليج مثلا في الصحافة الورقية، وإن كانت نسبة قراءة الانترنت عالية جدا، لكن بقيت الصحافة الورقية في قراءة عالية، وذلك بسبب أوضاع الدول المالية و لا مشكلة مالية في موضوع الورق والأحبار وما شابه ذلك مثل الأردن. نعم. إحنا لا إعفاء للرسوم والضرائب على الورق ولا على الحبر ولا على المواد الطباعية. هذا كله يشكل عبء على الصحافة الورقية أمام الصحافة الأخرى التي قد لا تكلف شيئا. صح. أهم شغلة نطمن اليوم، صحيفة الرأي كيف؟